لو عايز اكونتك على انستجرام ينتشر اكتر وتجيب اكتر عدد من المتابعين والمشاهدات، فالفيديو ده ليك. اتمنى ان انت تتفرج عليه لحد الاخر وما تعملش سكيب للفيديو. في 3 حاجات مهمه قوي لازم تعملها في الاكونت بتاع الانستجرام بتاعك علشان الانتشار بتاعه يزيد اكتر. اول حاجه، دلوقتي انستجرام فيديوز بتظهر في السيرش بتاع جوجل من يوم 10/7، بمعنى ان اي حد بيسيرش زي ما انت شايف، اي حد بيسيرش على المحتوى القريب من المحتوى بتاعك حضرتك بتطلع له في المقترحات على الجوجل سيرش. فدي فرصه كبيره جدا ان انت تنتشر اكتر على انستجرام وفيديوهاتك تتشاف اكتر على الانستجرام عن طريق الجوجل سيرش. تاني حاجه، في اوبشن عندك اسمه نوتيفاي. لما حضرتك بتيجي تعمل ستوري بتبدا ان انت تدوس على الزرار اللي انت شايفه ده، زرار النوتيفاي. طب ده اهميته ايه؟ اهميته ان اي حد هيجي له نوتيفيكيشن لما حضرتك تنزل اي حاجه جديده، اذا كان ريل او اذا كان ستوري او اذا كان بوست عادي او اي حاجه بتنزلها بيجي له نوتيفيكيشن. تالت حاجه، في عندك اوبشن هو ظهر في بعض الدول لسه ما ظهرش عندنا، السيرش اللي جوه الكومنتات. حضرتك بتلاقي في الريليتد جوه الكومنتات ان الكي وورد دي او الكلمه دي، السيرش ده لو حد دور عليه بيلاقي الفيديو بتاعك على انستجرام. فبالتالي مهم قوي نهتم بايه؟ نهتم بالكابشن اللي بيتحط في الفيديو، بلاش نحط هاشتاجز، خلاص الهاشتاجز انا قلت ان هي انتهت من زمان. نحط كي وورد عادي جدا، وكمان نهتم بالالت تكست زي ما انت شايف، تحط كلمه دلاليه للصوره اللي انت بتحطها في الكارسول او للصوره اللي بتحطها في البوست او كمان للفيديو اللي انت بتحطه. يعني مثلا لو انت في الديجيتال ماركتنج بتحط كلمه ديجيتال ماركتنج عشان اللي يسيرش على اي حاجه ليها علاقه بالديجيتال ماركتنج يلاقي الفيديوهات بتاعتك. اعتقد ان الثلاث نصايح دول لو اهتميت بيهم اكونت الانستجرام بتاعك هيروح في حته تانية خالص وهينتشر اكتر واكتر. يا ريت اكون فدتك بالفيديو الصغير ده. ما تنساش تتابعني لو عجبك الفيديو، يا ريت تعمل شير للفيديو وتعمل له سيف عشان ترجع له بعد كده وتعرف الخطوات ازاي. شكرا ليكم وشكرا لدعمكم ومتابعتكم، واستنوني في الفيديوهات اللي جايه.